مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم الفيديو مالتنا روتين ان شاء الله راح ينال اعجابكم ورضاكم. كل الهلا بالمشتركات الجدد، نورتوا القناة، وان شاء الله صديقات دائمات للقناة واخوات عزيزات ان شاء الله تشرف كل اخت وصديقة عزيزة تشترك بالقناة وتكون صديقة دائمة للقناة. وهنا اليوم عندي خطار وعندي روتين، وراح أشارككم هنا شوية مشتريات خذنا للبنات. أخذت لهم من هذا تكرمون الشبشب مال الشتاء، بما أن الجو بارد هذا راح يكون شبشب مال البيت، يعني داخل البيت يلبسوه يدفي الرجل وشكله حلو همينه. وهنا هذه خذت همينه شحاطة وتكرمون، هذه همينه نعال مال البيت. هذني القطعة على 4.5 سعر الشبشب. هو شو اسمه شبشب لو شنو؟ أنا عارفة اسمه شبشب. هنا هذا شكل، هذا ثعلب وأرنب وهكذا. وأنا قبل فترة قلت لكم بأحد الروتينات إحنا نشرب المعطرات ما تبقى عندنا، فرحنا همين جبنا معطرات. هاي القطعة على لو 2.5 لو 3. هاي نوعيات عطورهن مو قوية حيل، يعني هادئة وبها ثباتية. أخذت همين كل وحدة واحد، وأخذت لي قطعتين. طبعا حتى مالات المعطرات راح تصير لهم للمدارس، فقبل لا يروحون هيجي يغرقون روحهم بالعطر ويطلعون. فأنا جبت لهم كل وحدة معطر. قلت لهم مثلا اليوم ايش قد بالشهر، نهاية الشهر، نهاية الشهر اللي يجي يلا أجيبكم بعد لأن هم همين عندهم بعد مناك، يعني ذنيتهم ما خلصانات حيل، بس لازم بالمدارس المعطرات واجب، يعني ضروري، شي ضروري. وهمينه هذا أبو المحل انطى زوجي هدية، وجبت هذا مرطب بما انه احنا يعني مقبلين على أجواء باردة. وهذا دهن مال الشعر، لأن جبت دهن مال الشعر طلع بالقرنفل فما حبينا ريحته. وجبت من ذني الحمر كلش حلوات شكلهن، يعني نوعيتهن كلش زينة. وجبت من هذا القلم يكون جوزي خفيف، مو يعني قوي أو طوخ. وهنا أنا حبيت أشارككم روتين تنظيف تغسيل لوكر المكياج والعطور مالاتي. إن شاء الله يعجبكم هذا الترتيب والتنظيف. طبعا هذا الميز أخذته أعتقد ب15، ما صار هواي من أخذته. لملي كل شغلات المكياجات والعطور المعطرات مرطبات البشرة، مثلا غسول، أي شي، شامبو، أي شي عندي تخص يعني هيجي أشياء خليتهم بيه، يكونن قريبات على الإيد ويكونن معزلات ومنظمات وبشكل حلو ومرتب، ويخلصني من هوسة كلش هواية. ونفس الوقت أنا خليتها على صفحة أو على جهة بالغرفة، يعني ما ماخذ لا مكان ولا ماخذ يعني ما ماخذ مكان هواية. تقريبا كله هيجي ربع سيراميكا، يعني شبر وشوية هيجي شي، أقل من نص متر، يعني حتى أحدد لكم القياس مالته. هنا أنا ذني المنظمات أخذتهن من زمان، أخذتهن من أخويا كلش حلوات، منهن للعلب مالت الحمر، ومنهن للشغلات اللي تكون يعني تتطشر وما تلم. وهذا راح يكون شكل اللوكر مالت المكياج بعد ما كملت تعزيل وترتيب. كتبولنا بالتعليقات حلو ترتيب لو مهوس. ما أعرف، أنا كملته وتعبت وحسيته مهوس، بس عفته لأنه يعني شفتوه انتو بثواني، بس هو فوق ساعتين يعني أعزل أشيل هذه الشغلة وأحطها هيجي وأخرها، فشوية متعب. وهنا البنات يردون ترتيب الدفاتر مالتهم. طبعا هنا عندي هاي المتوسطة قاعدة مع المرة ودفاتركم، فرديت أسوي لها مثل ما سويت لأخواتها بالبداية، من بداية المدرسة، مشاركة وياكم
تزيين دفاتر المدرسة. قالت ما أريد أنا موجه ذني، أريد مال كبار. تقول أنا صرت كبيرة. فاختارينا لها هذه الأشكال، تكون شوية بسيطة همينة، وتختلف عن تزيين الدفاتر مال أخواتها. أفكار الرسم أخذناها من البنترست. إذا وحدة من البنات تسألها يعني ما راح أقول إنه هذه يعني أنا اخترعتها وأنا رسمتها، لا، أنا لا رسامة ولا أعرف أرسم، بس إذا شغلة أشوفها قدامي أرسمها. إيه، بس أركز على الشغلة وأبدي أرسمها، تجي وياي شكلها حلو، ويطلع تزيين الدفاتر شكله كلش حلو. شوفوا التزيين ماخذ بالفيديو يجوز دقيقتين 3 يعني وقت التزيين، بس هو يعني كلش هواي أخذ وقت من عندي وحيل متعب، يريد تركيز ويريد يعني تدقيق حتى يطلع حلو ونظيف ومرتب. هما ما يقدرون يعني يسوون الدفاتر مالتهم لأن شوية التركيز، وهو رسم يعني لازم يكون واحد ايده خفيفة ويعرف بالرسم. حبوا المعلمات، حبوا هذه الفقرة بالدفاتر وكلش هواية، وشجعوها على هيجي تزيين. بس هو بنفس الوقت يعني متعب، حيل متعب، يعني أنا ما أريد أعطيكم طاقة سلبية، بس يعني صراحة إذا إضافة إلى شغل البيت والدراسة وهكذا يعني يجي النوم فوقاها تزيين دفاتر. فهذه شغلة يعني يراد لها واحد متفرغ لها أساسا وعنده هواية ويحب هيج شغلات. بس ما قصرت وياهم الحمد لله والشكر، سويت اللي أقدر عليه وجهزت لها أكثر من رسمة بأكثر من دفتر. منها جربت رسم الأرقام أو الحروف، رسم 3D يطلع كلش حلو، بس يراد له خفة ايد ويراد له شخص متمرس على هذه مثلا الرسم أو الكتابة، راح تطلع وياه طريقة جدا ناجحة وحلوة. كلش حلوة هذه الرسمة، وبنية طلبتها مني، إن شاء الله راح أنزل الهيا فيديو وأرسم الهيا من البداية للأخير بشكل واضح وأكبر، وإن شاء الله تستفاد من عندها وترسمها بالدفاتر مالتها. هواية حلوة هذه الفقرة، رسم أو تزيين دفاتر المدرسة من الداخل، كلش حبوها المعلمات، وأيضا همينة سووها البنات من يدرسون، وفقرة حلوة وتسلي بنفس الوقت، تسوي واهس للدراسة. طبعا لازم تكون رسمات بسيطة وخفيفة، مو كلش هواية، ولا راح ندرس الورقة كلها ولا راح ناخذ مجال من الورقة مالت الدفتر كلش هواية، مجرد رسمات خفيفة وبسيطة صغيرة راح تكون بطرف الورقة. انتو من الاشخاص اللي يحبون هذه الشغلات، لو من يعني بعض الاشخاص ما يحبوها او ما يسوون هذه التزيينات الدفاتر لأولادهم بالمدرسة، يعني ما يحبون هيج فقرات. أنا أحب هذه الشغلات مثلا تزيين أو رسم أو أعمال فنية، بس هي بنفس الوقت تاخذ من عندي وقت كلش هواية ومتعبة. وهذا الرسمات اللي اختاريتها لهذا اليوم، رسمات بسيطة ونوعا ما أخذت هواية يعني مجال من الورقة مال الدفتر اللي رسمنا به. الأفكار أخذتها من البنترست، وهنا راح أشارك وياكم شت مسوية عشاء. طبعا خابرونا بيت حماي، خبر على زوجي ابن حماية وقال له سوي لنا عشاء. طبعا هم جايين من مكان بعيد، وتقريبا الساعة 4:30 بين 5 العصر. فركض سويت تمن ومرقة مال بانية، وهمينة سويت حشوة وجبنة دجاج شوي، وسويت شريبة مال لحم، وخيرات رب العالمين والحمد لله والشكر. طبعا مستعجلة ركض وشغل على السريع، وصورت مقتطفات يعني مجرد شغلات يعني من صبيت ومن كانت القدور على النار، ما لحقت أصور يعني
أشياء أكثر. وهنا أنا بعد ما صبينا العشاء وديت العشاء مثلا ودينا الخطار، سويت همينة شاي، وبقيت بالمطبخ مثلا أعزل أكفكف الماعين مثلا اللي صبينا بيها. إذا شغلة مثلا قعدنا بالقاع صبيت لازم أشيلها، ونظفت السيراميك أول شغلة سويتها حتى لا يبقى المطبخ مهوس. على مود من ترجع الماعين مالت العشاء أكون أني متحضرة أفرغ الماعين وأغسلهن. وشي أكيد أهلا وسهلا بالخطار، وكل شخص يجينا خطار أهلا وسهلا به. الخطار من يجي يجيب وياه كل الخير وياخذ وياه الأشياء المزينة. هسه تقولون شنو الأشياء المزينة؟ يعني شنو ياخذ أشياء مثلا مزينة من البيت لو شنو؟ لا بالعكس بنات. الخطار والضيف ضيف الرحمن، يعني الخطار خطار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوصى بإكرام الضيف، مو صح لو لا؟ يعني من عادات العرب وكرمهم لازم يقومون بضيافة الخطار وعلى أتم وجه، والحمد لله والشكر ما قصرنا وياهم إن شاء الله. وهنا بعد ما كملت العشاء ورجعت لي الماعين ونظفت ورجعت الأكل، وأول شي بديت أغسل الصياني، وهذه تعرفون اللون مالتهن والمعدن مالتهن كلش يعكس، فاضطريت أخلي هذه الملصقات على ما أكمل هالغسل. وهنا أنا فاطمة خلوا لايكات وتقولكم أحبكم كلش هواية، دائما هي اللي تقولكم خلوا لايكات، خلوا لها لايكات كلش هواية. إذا تحبون فاطمة خلوا لها لايك. وهنا أنا أول شي بديت أغسل الاستكانات مالت الشاي حتى أوخرهن على صفحة، وبعدها راح أبلش بالماعين. هواية بنات يحبون الروتين مال الماعين أو غسل الماعين، تنظيف المطبخ وهكذا. طبعا نهائيا ما أخلي ماعين يعني تبقى فترة مثلا على السنقي أي شي يوقع على أساس أنا غسله، بس إذا كنت مستعجلة أجمعهن إلى أنا أكمل كل شغلي، بس ما يتأخرن مثلا من الليل يبقى للصبح، لا رأسا أغسلهن يعني بالليل كفكف الشغل مالتي أكمله كله وأخلص من عنده. حتى لو تعبانة بس لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، نهائيا ما أبقي الشغل الثاني يوم، لين ثاني يوم هم يعني راح نرجع نفس الروتين، غسل وتنظيف وملابس وماعين وطبخ وهكذا. فراح تتكدس علي وتصير علي شغلة شغلتين. طبعا صار فترة ما منزلة فيديو لأن بين روتين البيت ومدارس، وهمين نفس الوقت كانت ما الخلق، يعني كنت مريضة فما أقدر يعني أنزل مونتاج شوية متعب، يريد قص وتدقيق فتركت كل شي لأن اسم الله عليكم ما عرفت مرضت، والحمد لله والشكر رب العالمين إن شاء الله أجر وعافية يحسب لنا إياها. هنا نكمل وياكم تنظيف الماعين. يمكن لو ايدينا مثل غسالة الماعين كان من زمان عطلت غسالة الماعين، بس ايدينا احسن. ولو يعني من اشتغل هواية همين ايدي تتعب والله، ولان هو شغل البيت ما يخلص، وماعين كلش هواية يعني دائما مثلا من يجي الخطار ماعين كلش هواية تصير، وغسلهن حيل متعب. بس اني ما احب اغسل الماعين شلون ما كان، لازم اغسل كل الزين واغسلهن يعني من كل قلبي. اغسل الماعون وجه وقفه واخضه كل الزين ما بقى بيه زاهي، وانشفه من المي يلا ارجع عليه كاونتر على مود ما تصير علي شغله شغلتين، حتى يبقى نظيف وما تصير بيه وسخ او شي. يعني من استعمله مرة ثانية مجرد مثلا اخضه او شي بالمي وهكذا. هنا أنا همين شوي نظفت الطباخ بس مو كله حيل، يعني أجلفت العيون بين قوسين لين كنت كلش تعبانة. وهنا أنا هذه اللقطة معيودة وشاركتكم هذا الروتين، إن شاء الله عجبكم ودمتم في حفظ الرحمن. ألتقيكم بفيديو آخر، وراح أصب لكم شاي، راسه يوجعه خليه يشرب شاي، وألف عافية مع السلامة.